ازاي ننيم النونو عشان ننام ونرتاح كلنا. صباح الخير او مساء الخير اولا، ايا كان الوقت اللي وصل لك في الفيديو. انا في الفيديو جايه عشان انقل لك تجربتي وكل معلوماتي عن موضوع النوم ده. انت ازاي تنيمي البيبي بكل الاسرار اللي انا وصلت لها. يعني ليه لازم، يعني اولا كده ليه لازم ننظم نوم الطفل؟ اول حاجة عشان صحة ونمو الطفل، النفسية العقلية اي حاجة فيها ايه، عشان علاقتك انت النفسية، عشان علاقاتك الاجتماعية، شغلك، اكلك، شربك، حرفيا متوقف على مواعيد نوم الطفل ده. عشان خاطر يعني طبعا يعني الكلمتين بتوع اعملوا روتين نوم، روتين نوم البيبي ده كله كلام كليشيه خلاص، احنا كلنا عارفينه وهارسينه كويس قوي. وموضوع اعمل الصح ده هنرجع له بعدين وهنشوف موضوع الروتين ده، بس في شويه حاجات كده لازم نعرفها قبل ما ندخل على روتين النوم. اول واهم حاجه، وانا بالنسبه لي ده كان السر، كان فعلا المدخل، التركايه اللي ظبطت معايا الدنيا كلها. يعني انا كنت حاسه ان انا يعني مهكره النوم. وكان مثلا لما اقول لحد ان انا ابني الله ربنا يحميه يعني بينام من كذا لكذا، ده خيال علمي. يعني اللي هو لا لا اكيد، لا اكيد بيصحى لا لا، هو فعلا انا يعني انا عايزه اقول لك السر ده. اول حاجه اللي هو نافذه الاستيقاظ او الاوك ويندو. يعني انا يعني ما علينا من المسمى دلوقتي. وهي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الوقت اللي الطفل بيقدر يصحى فيه، يعني اقصى وقت اللي الطفل بيقدر يصحى فيه من غير يكون صاحي مفوق بيلعب مبسوط، مش مدمدق، مش مقريف زي ما بيقولوا، اريافه نوم. ودي بتبقى يعني مختلفة لكل عمر، من أول مثلا يعني اللي هو حديث الولادة، لحد مثلا يعني لحد عمرنا احنا هذا. فنافذة الاستيقاظ دي هي وبتبقى يعني ليها جداول كتير موجودة على النت، بتبقى نسبية. يعني اللي هو بيديك الافريج، النسبة، يعني اللي هو ممكن تبقى الطفل ده من كذا لكذا. وليكن مثال مثلا ان حديث الولادة على ما اظن اللي هو الاوك ويندو بتاعته او نافذة الاستيقاظ بتاعته ما يقدرش يصحى اكتر من تقريبا نص ساعة او 45 دقيقة، مش متذكرة قوي. دي الوقت ده الوقت اللي يقدر يصحى فيه، يعني اللي هو هيبقى يصحى فيه وتقدري تعملي له نشاطاته، تتلوخلي معاه، هو صاحي مفوق مبسوط رايق. بعدها بعد ما بيعدي الوقت ده بيبقى عياط وصريخ وبيقلب، ممكن يقلب بغضب. وهم كانوا زمان بيسموها اريافه نوم. لا، هو كل حكايه ان هو وصل يعني اجهد خلاص، انا عايزه انام. زي كده ما انت لما تبقي مطبقه خلاص تبتدي بقى تهستري، وممكن لو عديتيها كمان ما ينامش بسهوله. يعني تخيلي اللي هو زي كده مثلا اللي هو ايه، انت قاعده وقت طويل ما نمتيش كويس، او مطبقه او شوفي نفسك انت ساعتها بتعملي ايه. هو ده اللي بيحصل بالظبط. فمطلوب مننا ان احنا نراقب طفلنا. لان اول حاجه هتشوفي الجداول على النت، تشوفي مثلا اللي هو الافرج بتاع عمر طفلك دلوقتي، الاوك ويندو بتاعته ايه، يعني اقصى وقت يقدر يصحى ايه. هتشوفي هتراقبي طفلك تشوفي هو يعني هو تقريبا كده فعلا بيوصل للمرحله دي امتى وتحفظيها. ودي ممكن دي بتحصل بان انت تراقبي وتسجلي بالدقيقه مثلا في تليفون، في اجنده، هو صحى وقت كذا، ابتدى يقري في وقت كذا. وانت مطلوب منك تنيميه قبل وقت الاريافه دي، او قبل ما يوصل لمرحله الاجهاد العصبي ده. تاني حاجة تظبيط الساعة البيولوجية. هو بس خليني اقولك ان الطفل ما بيتولدش بيعرف ينيم نفسه يعني، وما يعرفش الليل من النهار. فانت دي شغلتك ان انت تعرفي ازاي. احنا بنيجي بالليل بنقلل الاضاءة، البيت بيبقى هادي، بنتكلم بصوت واطي. عكس ما بيوت دلوقتي كتيرة بص تلاقي النور الابيض ضارب طول الوقت ليل ونهار. بابا بيجي من الشغل بالليل، احنا بنحضر، بناكل، في ترزيع وحلل في المطبخ، في دوشه، في نشاط بالليل. احنا نفسنا ساعتنا البيولوجيه مش مظبوطه. ف في بيوت بتبقى هاديه طول النهار وطول الليل تبتدي بقى النشاط. لا، هو المفروض ان انت يعني هو ده الصح لينا. حتى احنا الصبح بنفتح الستاير، بندخل هوا البيت، لو امكن حاجه كويسه جدا ان احنا نعرض الطفل للشمس.
دي بتستشيري فيها الدكتور وتشوفي السن المناسب ده والوقت المناسب لده. تامي تايم اللي هو الوقت بتاع البطن، وده مفيد جدا 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 في تطور طفلك الحركي. صدقيني بيفرق جدا ان هو يسلب طوله ويقوي عضلاته ويقعد اسرع، وده طبعا هيسهل عليكي بعد كده مرحله الاكل، فهنيجي للتامي تايم بعدين. لو طفل اكبر شويه بنفرهده فرهديه لعب يعني من الاخر، اللي هو انشطه حسيه حركيه يلف معاكي في البيت. بنعمل كل حاجه واحنا بنكلمه. بنيجي بالليل بنهدي الاضاءه، مشغلين، انا عن نفسي بشغل في اوضه ابني ربنا يحميه والناسه واباجورات بالليل، مفيش نور قوي، مفيش اضاءه، مفيش دوشه، بهدي الدنيا خالص. خلاص هو بيجي بيعرف ده الوناسه دي اشتغلت، دي خلاص دي علامه ده، واحنا دلوقتي وقت النوم خلاص، ده نمنا طيب ما احنا هننام. طيب انا عامله روتين نوم وهديت الدنيا، طب والولد لسه صاحي، الولد بيتنطط فوق دماغي، اعمل ايه؟ هو في الحاله دي انا مش هقولك ما تنيمهوش طول اليوم وصحيه بالليل، ده ينفع، بس لو انت في معسكر تعذيب، لكن ده طفل مش هنقدر نتحكم في ان هو هينام امتى، بس نقدر نتحكم في ان هو هيصحى امتى. وليكن مثلا النومه الطويله بتاعته، لو هو لسه رضيع طبعا هو كده كده النومه الطويله بتاعته دي بيصحى كل ساعتين او 3 ان هو يرضع ويكمل نوم تاني. دي بالنسبه لي النومه الطويله، اللي هو هيكمل يوم تاني، مش هيستأنف نشاطه بقى، هيبتدي بقى نشاطه ونبتدي اليوم، لا هو هينام تاني. او لو كبير شويه بينام متواصل. النومه الطويله بتاعته مثلا وليكن ان هي بتبتدي مثلا من الفجر لحد الساعه 4 العصر. طيب وانا بقى عايزاه يبقى ينام الساعه 8 بالليل ويصحى الساعه 8 الصبح، هعمل ايه؟ كل يوم هصحيه ساعة نص ساعة، يعني هقعد مثلا على الوضع ده اسبوعين. يعني مثلا النهارده انا صحيته وهو بيصحى الساعة 4 العصر في العادي، لا انا النهارده هصحيه الساعة 3، هاجي بكرة هصحيه الساعة 2، هاجي بعده هصحيه الساعة 1، قد ما اقدر يعني كل يوم ان انا اصحيه بدري وهكذا. يعني وطبعا انا عارفه انت بتبقي مطبقه وان انت عايزه تنظمي نومك معاه، اغصبي على نفسك، عشان صدقيني ده مفيد مهم جدا لنموه فوق ما تتخيلي، وبيبني عليه عمره كله المرحله دي، ان هي تبقى صح وان هو الطفل يبقى صح من كل حاجه، في نومه في اكله في شربه، بيبني عليه صحته طول حياته صدقيني. وبيفرق جدا في تربيتك وفي هدوءه هو الطفل نفسه. تمام، لحد ما هنوصل لمرحله ان الطفل خلاص بيصحى الساعه 8 الصبح وبينام الساعه 8 بالليل مثلا، او ايا كان الوقت اللي انت عايزاه. انا عن نفسي بفضل ان انا انيمه الساعه 8 بالليل ويصحى بقى زي ما يصحى. نيجي بقى لروتين النوم. روتين النوم ده انا بالنسبه لي هو حاجه نسبيه بتختلف من ام للتاني. يعني انا ابني ربنا يحميه كنت يعني ولحد دلوقتي ما زال انا بحميه كل يوم، يعني ده روتين النوم، ده الحاجه اللي بتساعد ابنك او بتعرفه ان خلاص احنا دلوقتي هنبتدي نعمل خطوات ثابته. وصدقيني الطفل بيحب الروتين جدا جدا، ولو لخبطتيه يعني مش عارفه اقول لك ايه. احنا كل يوم هنعمل، اول ما بنعمل الخطوات دي هو بقى بصي بيبتدي بقى يتاوب، احنا دخلنا في وقت النوم، احنا هنهدى، احنا دلوقتي خلاص هننام. انا بالنسبه لي كنت روتين النوم وما زلت يعني اللي هو شاور، نحكي قصه، اغنيه، تهويده معينه للنوم، ارقي. يعني انت بقى شوفي انت هتعملي ايه، يعني حاولي قد ما تقدري المكان اللي هو يكون نايم فيه يكون اللي ما يبقاش حر ولا برد، يكون نايم بهدوم مريحه قطنيه، الهدوم اللي ملامسه جلد تكون قطنيه، ما يبقاش حران وعرقان فندخل في قصه الجفاف، ولا يبقى ولا عينه متكتك. بس يعني اللي هو شوفي انت ايه واهم حاجه ان هو اخر قيلوله ياخدها قبل ميعاد النوم تكون مناسبه لنافذه الاستيقاظ بتاعته. يعني لو نفرض ان هو نافذه الاستيقاظ بتاعته او الوقت اللي بيقدر يصحى فيه ساعتين 3، طبيعي ان اخر قيلوله هتبقى قبل النوم، قبل ميعاد النوم بساعتين 3، اللي هو 3 ساعات مثلا، او طوليها شويه مثلا. يعني اللي هي القيلوله اللي قبل الاخير دي حاولي تبعديها شويه عن ميعاد النوم، حاجه بسيطه بحيث ان هو يجي ينام بقى بعمق خلاص. بالمناسبه النوم
انت طبعا يعني مش عارفه انت عارفه المعلومه ولا لا، بس احنا بالنسبه لنا كبار او صغيرين النوم عباره عن حلقات. يعني تقريبا بالنسبه لنا احنا ككبار بتبقى الحلقه ساعه ونص، مش عارفه الاطفال الصراحه 50 دقيقه او حاجه، لا مش متاكده الصراحه من المعلومه دي، تقدري تراجعيها انت. ففي اطفال لما بتيجي تنقل من حلقه نوم لحلقه تانية، يعني من فتره نوم لفتره تانية، بتبتدي تزمزق، تصحى، تعمل اصوات. فده ما تتدخليش على طول، يعني اصبري 30 ثانيه، احتمال ان هو ينام تاني. ما نامش تاني اتدخلي بقى، بس ما تولعيش بقى النور والاضاءه ومالك يا حبيبي ومش عارفه، لا بهدوء 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 بهدوء. شوفي بقى بتطبطبي، هتهزهزي، شوفي انت عايزه تعملي ايه اعمليه، المهم ان انت ما تتدخليش في الاول، ان هو احتمال كبير يرجع ينام تاني لوحده. تركايه بقى انا كنت بعملها، اخر تيشيرت انا كنت لابساه في ريحتي كنت بحطه جنبه، يعني ايه اللي هو بلبسه المخده واسيب واشدها طبعا كويس جامد وتبقى واحطه جنب ابني لحد ما اتاكد ان هو راح في النوم. بس طبعا طبعا الحاجات دي تتعمل لو هو الطفل تحت المراقبه، يعني انت هو نايم في فرشه قدامك مثلا، او في مكان قدامك، او في غرفه، او في كاميرا مراقبه. وانا بالنسبه لي يعني هو لو في امكانيه يفضل طبعا انت تجيبي كاميرا مراقبه، لان صدقيني هتسهل عليكي حياتك كتير، وتستاهل فعلا المبلغ اللي هيدفع فيها. وفي دلوقتي كاميرات مراقبه بكل فئات الاسعار، عشان تقفلي عليه الاوضه وتطلعي، لان انت اكيد هو هينام بدري، انت هتعملي نشاط، تاخدي يعني عايزه تعملي نشاطات، تعملي اللي وراكي، تاخدي وقت لنفسك، بتقعدي تتفرجي على فيلم، تقعدي تتفرجي على حاجه. فطبعا ما ينفعش تبقى الاوضه فيها تلفزيون، او ان انت تقعدي تعملي الحاجات دي وهو في نفس الاوضه، لا هو يبقى نايم في اوضه مقفوله عليه، وانت متابعاه بالكاميرا من بعيد، او كل شويه بص. مش عارفه انا صراحه ما جربتش ان انا اعيش من غيرها، بس هي فعلا حاجه مفيده جدا، وصدقيني تستاهل كل قرش، واعتقد ان هي موجوده بكل الفئات السعريه يعني. للامانه انا شخص مش دارس، ده مش مجال تخصصي، انا مجرد بحاول ادور على المعلومه اللي تفيدني، دي كل المعلومات اللي فادتني في موضوع النوم، فانا حبيت اشاركها معاكي عشان اسهل لك رحله امومتك يعني. او ان انا كنت اتمنى ان حد يقول لي الكلام ده اول ما ولدت، او قبل ما اولد مثلا يعني. فلو انت شخص دارس او مختص، والكلام اللي انا بقوله ده في اي حاجه تتعارض مع علمك، ما تتردديش ابدا ابدا ان انت تدخلي تعدلي عليا، او ان انت تدخلي تشاركيني او تزوديني بالمعلومه اللي هتسهل عليا حياتي. صدقيني انا هستقبل ده بصدر رحب جدا، لان انا في الاول وفي الاخر انا يهمني مصلحه ابني، ويهمني مصلحه كل ام او ام طفل، كل ام يعني مش عارفه اقولها ازاي، اللي هو يهمني مصلحه كل طفل مامته بتتابع الفيديو ده، ان انا ما اضللهاش يعني. فشكرا ان انت تابعتيني، شكرا على وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن، وشكرا.